بسم الله نبدأ. طلع سلاحه وهو بيقول: عمالين تصعبوها عليا بس ماشي الحال، تعالى لي يا فارس يا ابو راس مقطوعه، انت بقى لو ذكر ما كانوش قطعوا راسك اصلا. بيحاول ينفذ لينج سي طعنه الظهر بس الفارس بيصدها ويواجه له ضربه مميته بسيفه، لولا ان لينج سي لحق يعمل اختفاء الروح وبيستغرب من رشاقته على الرغم من حجمه الضخم. بينفذ الفارس هجمه قويه جدا بتسيب اثر كبير في الارض بعد ما بيهرب منها لينج سي في الوقت المناسب. كمان بيتفاجئ بتقنية ليلة الأرواح المتجمعة. لينج سي بيقول: الله، هي حصلت؟ يبقى الشغل العادي مش هياكل معاه، ده عايز شغل سبيشال على ابوه. بيفعل هيمنة المرتزقة وبيستدعي الجنود الطيفيين بيهجموا عليه هجمة رجل واحد. كمان لينج سي بيدمج هجمة البرق مع قاطع العنق، بيقول له: انت هتتقطع النهارده، يعني هتتقطع. الفارس بينزل عليه بساطور ضوء القمر اللي بيحفر حفرة كبيرة في الأرض. لو ضربة من دول لبست في لينج سي هيتفكك زي البازل. دم لينج سي بينزل النص من تأثير الضربة بتاعة الفارس وبيقول له: والله مش وحش، بس مش لوحدك اللي بتعرف تجامل القمر. بينط لفوق ويدمج مهارة وعاء الفوضى والظلال المتعطشة للدماء. عايز اقول لك ان الواحدة من دول اصلا بتهد ادخن تخين، لو متابع معايا هتعرف كويس. بيختفي الفارس وسط الضباب وبيحصل اثر كبير للضربة في الارض وبيقول له: ايه رأيك فيا؟ بالفعل دي بتكون القاضية وبيموت الفارس. شارة المجد بتنشط وتنور والفارس بيرجع يحيا مرة تانية. بيقول للينج سي: نور المجد بيشع جواك، انت سيدي المحترم. النظام بيقول ان المهمة اتحدثت وفارس ضوء القمر اعترف بلينج سي كسيد ليه، والمطلوب دلوقتي انه يساعده يرجع لهيئته الاصلية. وبكده هو حقق 15% من مهمة شارة المجد. بيكسب كمية خبرة جنونية وصلته للمستوى 40 مرة واحدة. الفارس قال له: يا سيدي أنا لازم ألاقي راسي. المجد القديم اتدفن مع راسي واتنسى، بس راسي سرقها شخص بنوايا سيئة وخفاها في منطقة تانية. ساعتها فهم ليه الساحرة قالت مفيش راس هنا، عشان هي في خريطة تانية أصلا. قال له: لما راسي ضاعت انطلقت زي المسعور أقتل في الناس، والعمدة كذب عليا وقال إنه يعرف مكانها. دي نقطة ضعف الفارس اللي استغلها العمدة. قال له: أنا أتعهد إني أتبعك في مسيرتك. بكده لينج سي بقى عنده القدرة على استدعاء فارس ضوء القمر في أي وقت. كمان كسب صفارة لاستدعاء الحصان الطيفي، وكده يعتبر هو أول واحد يكسب وسيلة نقل قتالية جوه اللعبة، لأنها كانت لسه هتنزل بعد التحديث. المفروض دلوقتي يلفوا ال 11 مدينة التانيين يدوروا على راس الفارس، وساعتها الفارس هيكون حاضر لحماية لينج سي في أي وقت. بره الناس مستغربة ازاي عدد شعلات العشيرة الضبابية زاد 3000 شعرة مرة واحدة. بيلاقوا لينج سي طالع وراكب الحصان الطيفي وحاجة في منتهى العظمة. وفي الكام يوم اللي بعد كده بيدخل المدن مدينة مدينة ويدور فيها على راس الفارس وينفذ فيهم أصعب المهمات الفردية عشان يفيد العشيرة بشوية شعلات حلوين، وكل الناس بقت تتكلم عنه كأسطورة. وفي المدينة التاسعة أخيرا لينج سي لقى راس الفارس وقدر الفارس يسترجع هويته وقواه الكاملة. مهمة الشارة وصلت ل 20%. بيخرج لينج سي من اللعبة ويستغل إن اللعبة دخلت التحديث عشان يستمتع بيوم دراسي طويل. في آخر اليوم بيسأل نفسه: يا ترى الجد عامل لنا أكل إيه النهاردة؟ أنا نفسي في فراخ مشوية. في الوقت ده شلة متنمرين كانوا بيدبروا كمين للينج سي، والواد تانج كي جايب لواحد قريبه مستيقظ واللي هو يعني مسيطر على المقاطعة دي، وبيتأكد انه واقف عند البوابة ومستني لينج سي. اليوم خلص بيلموا حاجتهم. راحت المدرسة ندى على لينج سي وعرضت عليه يشترك في الحدث الرياضي اللي هيحصل في المدرسة، فقال في نفسه: يا عمري ما اشتركت في نشاط مدرسي، وراح موافق على طول. لسه بيقول لنفسه مش عايز ابين قدراتي كمستيقظ، لا الواد تانج كي بيقول له: ايوه هو ابو شعر ابيض ده. قريبه رمى السيجارة وقال للينج سي: انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ بتزعل قريبي ليه يالا؟ حارس المدينة شاف المشهد راح أهل لينج سي: خليك جوه المدرسة دلوقتي، هو مش هيدخل لك جوه. فقال له: لا لا شكرا، ريح انت وما تقلقش عليا. البلطجي قال: حلوة قوي الثقة دي، طب تعالى بقى ندردش شوية. لينج سي بيقول في نفسه: أنا سمعت عنه في تجربتي الأولى لأنه كان أشهر مشاغب في المقاطعة. تانج قال: ده قريبي اللي بيسموه الشرق الكبير، ده بقى مش مستيقظ وبس، ده كمان زعيم المنطقة. لينج سي سأله: نسبة استيقاظك كام بقى على كده يا برنس؟ اتقيمت بشكل رسمي؟ الواد الدم فرف نافوخه واتعصب جدا من سؤال لينج سي. اتاري سؤال لينج سي جه على الجرح، لان اللي عامل شبح ده نسبة استيقاظه ضعيفة وما تقيمش اصلا بشكل رسمي. راح يمسك لينج سي من هدومه، راح لينج سي مسك ايده ومتك عليها تكة عرفته مقامه. ساعتها بيعدي كريس زعيم المقاطعة الشرقية وبيشوف لينج سي فبينزل يسلم عليه، وبيشوف المشاغب فبيقول له: ازيك يا شرقي يا صغير، ما شفتكش من زمان، شكل عودك كده شد وحلويت.
الواد بيقول يا لهوي، كريس التعبان الفضي ده زعيم زعيمي، ازاي الواد ده يعرفه؟ كريس بيقول للينج سي يا ترى عندك وقت نتعشى النهارده مع بعض؟ قال له اسف انا لازم ارجع للبيت. في اللحظه دي برضه بتوصل عربيه كبيره تبع الجيش وبينزل منها ضابط بيدي التحيه للينج سي قدام الناس وبيقول له الجنرال طالب حضورك، اتفضل اركب معايا. كريس قال له كده يبقى مش هعرف اتعشى معاك النهارده. لينج سي فهم ان في ظرف طارئ، ركب معاه وقال لهم بس العشاء على حسابكم. كريس وهو ماشي قال للشرق الصغير اي حاجه يطلبها لينج سي كاني انا اللي طلبتها وخليك في خدمته. بيعرف الطريق ان في منظمه متمردين من المستيقظين بتتكون وفيهم عناصر قويه جدا والجنرال عايزه يقضي عليهم الليله، فبيسال ليه مستعجلين كده؟ قالوا له الجنرال طبعه كده ما بيسيبش تهديد صغير لحد ما يكبر، بيخلص اول باول. ادلوف بيديله موبايل وبيستقبل عليه الاشارات المهمه والطوارئ وممنوع يستخدمه في حاجه شخصيه، وبعت له لوكيشن متمردين وسابه يروح لوحده علشان ما يلفتش انتباههم. قال له صحيح البيت الجديد اللي طلبته جاهز وخلاص، خلص بس مهمتك وهاخدك تشوفه. كانه بيقول له لو نجحت في المهمه هتاخد البيت، اما لو فشلت هتاخد حاجه تانية. بياخد تاكسي ويروح الموقع وبيبقى مكان سكني في الاحياء الفقيره بس بعيد عن بيت لينج سي. بتظهر له بنت من اياهم وبتعرض خدماتها بس بيقول لها ابعدي عني، العمليه مش ناقصاكي، خلينا نشوف الهم اللي مستنينا، خلي ربنا يكرمنا بقى مش ناقص قرف. بيدخل المكان فبيلاقي حد بينادي عليه ويقول له انت جاي تنضم لنا ولا ايه؟ انت مستيقظ واستبعدوك؟ احنا بقى يا برنس ان يو افنجرز. بيلاقيهم عايشين الدور على الاخر، واحد لابس لبس كابتن امريكا وبيقول له انا كابتن سوبر بربريا، وواحده الارمله البيضاء، ودكتور سترينج وهالك وحاجه كده بتبيع على الاخر. هالك مبسوط قوي وبيقول منظمتنا بتكبر وهنخلي الجيش يندم انه ما احترمناش. كده وضحت الصوره، مستيقظين فشلوا في اختبار الجيش، جمعوا نفسهم وعملوا نفسهم جيش. لينج سي بيقول انا عملت ايه في حياتي عشان اقابل الاشكال العره دي؟ قال لهم لا والله شكلي كده غلطت في العنوان، هاف فن يا شباب. ثور قال له استنى بس خليك معانا هننجح سوا. لينج سي اتصل بادلوف وقال له انا لقيت المنظمه بس دول شويه عيال هيتي مفيش خوف منهم، دول ما يقدروش يهزموا جندي عادي حتى. قال له ازاي؟ المعلومات اللي عندنا بتقول ان فيهم عناصر خطيره. في اللحظه دي لينج سي سمع انفجار قوي وراه ولقاهم جايين عليه وبيقولوا له دخول الحمام مش زي خروجه يا حبوب، انت مستقل بينا ولا ايه؟ وبتظهر الزعيمه بتاعتهم وتقول له ولا انت شكلك يالا امنجي وجاي يتنخور ورانا، الجيش بعت لنا مستيقظ وعالم جبن على الاخر وانت مجرد خاين للمستيقظين. فقال لأدلوف شكلي كنت غلطان، سلام انا هتصرف واديك رنه. كابتن سوبر بربريا بيقول سيبيني اخلص عليه ونرمي راسه قدام باب الجيش عشان ما يبعتوش حد تاني. قالت له روح يا برنس. راح حادف لينج سي بالدرع بتاعه. لينج سي قال له انت مش مؤهل ان انت حتى تقرب مني، وراح شايط له الدرع بتاعه في الهواء. الزعيمه قالت شكله كده مستيقظ وعنده شويه مهارات، امرتهم يهجموا مع بعض كلهم مره واحده عشان ما يدروش اي فرصه يشم نفسه. واضح ان البت دي ساحره معركه ناريه، وكون انها استدعت سلاح من اللعبه يبقى مستواها عالي، دي كده اقوى حتى من الواد اللي دخل الاختبار قبل لينج سي ابو 54% الفاشل. قال لهم عايزين تتكاتروا عليا؟ طب شوفوا دي. راح عامل هيمنه المرتزقه ومستدعي الجنود الطيفيين، وقال كان نفسي اعملها قوي في الواقع. زعيمتهم قالت شكله هيبقى اقوى خصم واجهناه لحد دلوقتي. بدأوا كلهم يظهروا قواهم على امل ان الكتره تغلب الشجاعه. لينج سي قال انا هفرقكم واروح على زعيمتكم على طول. الارمله البيضاء اللي عامله فيها سكارليت جونسون قالت انت ثنائي الخنجر يعني انت لص، طب خليني اوريك بقى رجل اللص القويه. وراحت نطه ورايحه تضربه بتقنيه الارجل القويه. لينج سي بيتفادى رجليها وثور رايح يناوله بالمطرقه. حسوا انهم خلاص هيقضوا عليه، بس الزعيمه قالت لهم لا، حد زي ده ما يوقعش بسهوله كده، اكيد دي خدعه. وكان عندها حق عشان هو عمل اختفاء الروح الشريره وقال في نفسه انا استهونت بيهم بزياده، المستيقظ في الحياه الواقعيه ما ينفعش نستهين بيه. الزعيمه قالت في نفسها هو بيماطل الفريق علشان يوصل لي. راحت عامله تقنيه الثعبان الناري المفترس وده بيقدر يحدد موقع الاعداء حتى لو مختفيين ويبلعهم. لينج سي قال لها كده بقى بتلعبي بالنار يا شاطره، طب لو انت نار انا ميه. ودمج تجسيد عنصر الماء مع طعنه الظهر والدنيا بقت شبوره ومحدش شايف حاجه. خرج لينج سي من الشبوره وقال لهم كفايه كده، النتيجه واضحه، انا اثرت زعيمتكم. لما شافوه مقيدها ومحبوسه كلهم استسلموا. ادولف بيقول له ما توقعتش ان انت هتخلص المهمه في اقل من 3 ساعات يا ابن اللعيبه، انا هبلغ الجنرال بالنتيجه. وساله هو انتوا هتعملوا ايه مع العيال دي؟ قال له هيفضلوا تحت المراقبه ويتعمل لهم اعاده تاهيل، اهو يمكن نحتاجهم في المستقبل، بس القاعده بتاعتهم هيتحكم عليها بالاعدام. لينج سي استغرب من قوه الحكم وقال له هم متمردين بس ما عملوش جرايم.
البت قالت له انا مش محتاجه حد يدافع عني، انا كل اللي عايز اعرفه ليه واحد بقوتك موافق يبقى كلب للجيش، انت لازم تبقى قائد للمتمردين. وجاله اشعار من اللعبه انه كسب نقاط خبره عشان اتم مهمه في الحياه الواقعيه، والسلاح بتاعه اترقى ووصل للدرجه الفضيه. بيقرر يروح يساعد العشيره في ترتيب شعله النار، وعينه على العشيرتين الاولى والتانيه وبيتمنى يعديهم، عشيرة الألف خريف وعشيرة الغرفة السماوية. بنعرف إن معركة الشعلة الخاصة بدأت، ودي منافسة مبنية على تجميع النقط وبيتنافس فيها 1000 فريق، كل فريق بيتكون من 2. طبعا المياه الراكدة مقرر إنه يعتمد على لينج سي وهيكون معاه كوكو، وما اداش فرصة لينج سي يوافق أو يرفض عشان هو متأكد إن عشيرة الألف خريف والغرفة السماوية هيبعتوا نخبة المحترفين عندهم، وبيطلب من كوكو إنها تراقب لينج سي وتقيم إذا فعلا هو قادر يقود عشيرة الضباب بقوته الحالية ولا لأ. والمعركة هتتذاع بس مباشر عشان كل الحاضرين يشوفوها عيني عينك. كوكو بتقابل لينج سي وبتقول له كويس ان انت ظهرت، كنت شاكه انك هتيجي. قال لها القائد هو اللي طلب وما ينفعش ارفض له طلب، بس كان متضايق من حكايه البث المباشر دي عشان مش هيعرف يخفي نفسه، فقالت له اتعود بقى على الظهور ما دام المياه الراكده بيراهن عليك. قال لها ماشي، بس خلينا نعرف حالة بعض علشان نعرف نتعاون. قالت له إنها في المستوى 50 وإنها رامية سهام مستدعية، مهارتها الخاصة بعد الاستيقاظ هي الاستدعاء الموازي، يعني بتستخدم الأسهم لاستدعاء وحدات تانية، والباقي شوفوا بنفسك في معلوماتي. ألف باله 50 يا بنت اللذينة، ده أنا طلع عيني ووصلت 42 بالعافية، إحصائياتها جبارة ومعاها كمان معدات من عناصر حلوة قوي ونادرة، ده المتوقع طبعا من نائب عشيرة كبيرة من الكبار. قالت له دورك بقى، عرفني حالتك عشان انت خافي معلوماتك يا مخفي. قال لها مش مهم، كفايه اني عرفت معلوماتك يا ابن الرخمه. قالت له خد بالك المهمه مش سهله والعشيرتين الاوائل حاجه تخض. قال لها ثقي فيا، انا اكتر واحد عارف امكانياتهم. قال في نفسه انا اصلا وافقت اشارك عشان اشوف اعضاء العشيرتين دول عن قرب واقارن مستوايا بيهم. وقت الاستراحة خلص وبدأ العد التنازلي، بيدخلوا المرحلة الأولى اللي اسمها الديب والخروف، وكل فريق هيتكون من واحد يبقى ديب والتاني يبقى خروف. الديابة هيصطادوا الخرفان وكل فريق بتقتله فريقك هياخد نقطة واحدة، والفريق اللي خروفه اتقتل هيخرج ويخسر كل النقط اللي جمعها ويستنى المرحلة التانية. المنافسة هتخلص لما يتبقى 100 فريق بس من الألف، والتصنيف هيبقى حسب عدد النقاط اللي جمعها الفريق، والمركز الأول هيكسب 100 شعلة والتاني 99 وهكذا. لينج سي كان بيتفقد المكان وبيطمن ان مفيش اعداء قريبين. بعد كده بيتناقشوا مين هيبقى الديب ومين الخروف. قالت له اظن انت عايز تبقى الديب صح؟ مع مرونة اللص وقدرته على الإصابة بضربة واحدة هتكون مناسب لده أكتر من رمية سهام زيي. قال لها لا، أنا عايز أبقى الخروف، أنا عندي خطة. في حد عايز يبقى خروف؟ ما علينا. بنعرف إنهم في غابة عملاقة متحوطة بأسوار عالية شبه المسارح الرومانية. بنشوف أعضاء من عشيرة غطاء المطر معاهم 12 نقطة وبيختاروا مكان يخيموا فيه وبيحاولوا يبعدوا عن العشائر الكبيرة وخلاص. بس فجأة بيلاقوا تعويذة من عنصر الأرض قوية نازلة عليهم، أتاري 2 من عشيرة نيران تشرشل عاملين فخ ليهم. فجأة بيظهر لينج سي بيهاجمهم بسرعة كبيرة، بيشل حركتهم ووراه كوكو بتخلص عليهم بالأسهم بتاعتها، وبيظهر إنهم حققوا 114 نقطة لحد دلوقتي، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا لينج سي اللي بيهاجمهم هو الخروف، يعني مش مسموح له يقتلهم، ولما بيحاولوا يهاجموه بيلاقوه سريع جدا، وبيقول لهم بالنسبة للموقف الحالي فالديب هو اللي هيتعلق عند الجزار. بنفهم ان خطه لينج سي انه يكون خروف ويسبب اضرار كبيره ويسيبهم بشرط الدم واحده عشان كوكو تيجي تديهم القضيه في الحته الفاضيه عشان يبقى الديب اللي قتل، وده بيضمن ان لينج سي بدل ما يشيل هم حمايتها هو هيحمي نفسه من القتل، وده اسهل عليه، وفي نفس الوقت بيستغل قدراته كلص انه يسبب الضرر الاكبر على الخصوم، وكوكو هي اللي هتخلص عليهم. خطه في منتهى الذكاء. دايما لينج سي عايش بره الصندوق، مش بيفكر بره بس. لينج سي ديب في هيئه خروف. يا سلام يا ولاد، بيقول لها يلا بقى عشان لقيت هدف اللي انا بدور عليه. الناس بره واقفه تتابع البث المباشر والموقف بقى حماسي جدا، وفاضل 116 فريق بس. بيستغربوا لما بيشوفوا خروف بيهجم على ديب فريق تاني، وقالوا يمكن من العشيرتين الكبار هم بس اللي يقدروا يعملوا حاجه مجنونه زي دي. بيظهر على الشاشه حد من عشيره الغرفه السماويه، بنشوف انهم جمعوا 162 نقطه وباين لينج سي وهو بيهجم عليه. بنعرف ان عضو الغرفه الالهيه ده اسمه الطالب انش واحد، من اقوى 3 مدرعين في الغرفه السماويه، وواخد دور الخروف طبعا، ومن قوته ماشي لوحده من غير الديب زميله ومش خايف من حاجه. بيشوفوا لينج سي رايح يهجم عليه فقال له عليه العوض في عشيره الضباب خلاص. الطالب انش بيشوفه فبيقول كويس ان قابلت حد تاني من العشائر الخمسه الكبار. كوكو بتقول للينج سي خد بالك عشان احنا وقعنا في خصم مش سهل خالص. قال لها وقعنا؟ ده هدفي اصلا اللي انا متحرك له مخصوص. قال لهم انا بقدر اتحمل ضربات كتيره جدا، تعالوا لي انتوا الاثنين خلونا نتسلى شويه. لينج سي قال لها
فكني ظهرك انت يا ست حلويات وسيبيني انا اتعامل معاه. قالت له انت بتقول ايه؟ الديب بتاعهم لسه ما ظهرش. قال لها ومش هيظهر، انا توقعي انهم اتحركوا للصيد بشكل منفرد وعاملين استراتيجيه اجن من بتاعتي. ده بيتسلى ما بيلعبش بجد، سيبيني انزل له خروف لخروف. بيطير عليه لينج سي والطالب ينش بيستقبله في الدرع بتاعه. لينج سي بيقول خلينا نشوف مين فينا نطحته اجمد. قال له انا قلت اتمشى لوحدي واجرب قوه سهام كوكو بنفسي، بس انا عارف ان مفيش لص في عشيره الضباب ممكن اتحمس لقتاله، انت هالتك جذبت انتباهي. كوكو بتقول اخر مره شفت الطالب ينش في معركه عشاير كان متحاصر من 20 واحد من عشيره انياب الذئاب، وشفته وهو بيستعمل مهاره ضحايا الحرب خلاهم مش عارفين يهربوا منه، وفضل 10 دقايق يتمشى ببرود ويستقبل هجماتهم وهو مبتسم ابتسامته المستفزه وحواليه هاله شريره مش باينه على تعابير وشه. انا واثقه اني مش هخسر قدامه، بس ده اكتر نوع ما بحبش اقابله. يلا يا لينج سي وريني هتعمل ايه. لينج بيطير وبيديله ضربه في دماغه بسهوله، بس هو بيستعمل تقنيه لتخفيف الالم وبتمنع عنه الضرر لمده 6 ثواني، وبيقول له ما توقعتش ان في لص في عشيره الضباب سريع كده، بس سامحني ضرباتك بتزغزغني ما بتوجعنيش. بيطبق عليه تقنيه جذب اجباري علشان يقرب المنافسه ما بينهم، وفعلا بيمسكه من رقبته وبيقول له مش هتهرب مني يا لص، وبيرزعه على الارض زي فينش اندرتيكر. بنلاقي الارض اتكسرت من شده الضربه. كوكو بتقول في نفسها بطل تمثيل يا لينج وطلع اللي عندك. فعلا لينج سي ما بيكدبش خبر وبيدمج اختفاء الروح الشريره مع الهجوم الناري، وبيهجم عليه من ظهره وهو كان موطي، وبيبص على نسخه لينج سي اللي في الارض وقال له لو مش فارق معاك الهجمات الجسديه خد بقى شويه تعاويذ يستاهلوا بقك. بيدمج تعويذه النار مع قاطع العنق وبيديها له، وفعلا بيقدر يسيبه ويطير تلت دمه. قال له كل ده وطار تلت دمك بس؟ ده انت جامد بقى، لا ده انت تمسك الشيشه بقى حيلتها. بيضرب درعه في الارض ويفعل نطاق الانعاش القوي، وبيقول له انا مش عارف بتعمل التعاويذ دي ازاي، بس بصراحه انت اجمد لص قابلته في حياتي، وعشان كده هوريك قوتي الحقيقيه. قال له قوه ايه يا حيلتها؟ انت لسه مش مستوعب، ده انا جاي لك مخصوص. وراح مفعل هيمنه المرتزقه وقايل له انصحك تستدعي زميلك الديب. كمان لينج سي استدعى فارس المجد وقال له بص هقول لك نفس اللي انا قلته من شويه، اهجموا عليا انتوا الاتنين وخلونا نتسلى. الناس بره قدام الشاشه مذهولين من اللي شايفينه، بيقولوا مين اللص ده اللي حاجب اسمه؟ من امتى عشيره الضباب فيها المستويات العاليه دي؟ ده شبه زعيم الظل، مش معقوله يكون هو. حتى كوكو مصدومه وبتقول ياما في الجراب يا حاوي. اخيرا بنشوف وش الطالب ينشي من غير الابتسامه السامجه، واضح ان الخوف سيطر عليه وتاكد انه خسر. بنعرف ان الطالب ينشي من ثقته بنفسه اختار معاه عضو عادي مش من النخبه عشان اصلا مش مستاهله، هو لوحده هيقوم بالواجب كله، وكان فاكر ان الامور هتبقى تمام طالما مش هيقابل حد من عشيره الالف الخريف. وبيتواصل مع زميله الديب ويقول انا هحسب جنود الاستدعاء بتوعه وانت حاول تماطل مع اللص على قد ما تقدر لحد ما تلاقي وقت مناسب تناوله ضربه قاضيه. لينج سي بيوجه الجنود الطيفيين لهجومهم، والطالب انش بيحاول يصد هجماته بدرعه. زميل الديب بيهاجم الجنود الطيفيين بس فارس المجد بيصده بسهوله. لينج سي بيهاجمهم بس الطالب انش بينجح انه يصد هجومه. بنشوف لينج سي اتأثر وتلت دمه طار. كمان بينفذ الدفاع المطلق اللي بيستعمل فيها قوة الأرض، يكون درع حجري واقي بيقدر يمتص ضرر كل العناصر، بس فارس المجد بيتدخل ويضرب الدرع بمهارة سيف الربط اللي بتقدر تحطم الدرع. والطالب انش بيقول له المستدعين دول جامدين بشكل خرافي، انا لازم اعرف زعيم العشيره حكايه اللص ده. بيستغل لينج سي كسر الدرع وبيطبق هجوم وعاء الفوضى، وانش بيصوت ويقول انت خروف وما ينفعش تقتلني، دلوقتي تدوق طعم الضرر الثلاثي من الديب بتاعي. لينج سي قال له انت متفائل كده ليه؟ وبيكتشفوا لما بييجوا يهاجموه ان الظلال المتعطشه للدماء بتديله مناعه لمده ثانيه ونص، وكمان ما بيحرمهمش من حاجه وبيديهم قبله التعبان الملعون. بنشوفهم واقعين في حفره والدرع والسيف بتوعهم واقعين من ايديهم بعد ضربات لينج سي، والطالب انش بياخد نفسه بالعافيه ودمه شرطه واحده. بيقول كويس انه ما يملكش الحق انه يقتلنا، انا لازم اشفي نفسي بسرعه. كوكو قالت ايه يا حلو وانت نسيت ان انا هنا ولا ايه؟ خدها زلفي. والدنيا اتقلبت على الاخر. عشيره الضباب خرجت عشيره الغرفه السماويه. المياه الراكده بيتابع اللي حصل وبيقول كده زي الفل، انا لقيت الراجل اللي هيغير مستقبل العشيره. في النهايه عشيره الضباب طلعوا مركز تاني ب 117، وعشيره الالف الخريف في المركز الاول ب 126 نقطه. كوكو بتقول ده حلو قوي، احنا اول مره ناخد مركز تاني وكمان قريبين قوي من المركز الاول. بس لينج سي زعلان انه ما قابلش الالف الخريف وحاسس ان المركز الثاني عار، وصمم انه يكونوا في المركز الاول في الجوله الجايه. وفعلا بيبداوا الجوله الثانيه وكوكو بتسال لينج سي هتفحص المكان الاول ولا هنستنى؟ ايه ده وراح فين؟ دي شكلها مهمه فرديه. بيجي لها اشعار ان الجوله الثانيه اسمها اجزاء المفتاح، وفيها بيكون كل واحد معاه نص مفتاح وزميله معاه النص الثاني،
النص اللي معاك فيه إمكانية إرشاد هيعرفك مكان زميلك والمفروض توصل لزميلك خلال ساعة، من ضمنهم 3 دقايق لتصليح المفتاح، ولما يتصلح هتروح لمنطقة أمان في المركز وتفتح الباب عشان تاخد مكافأة شعلة النار. التركاية بقى إن اللعيبة ممكن تستحوذ على مفاتيح الخصوم، واللي يتاخد منه مفتاحه يخرج بره اللعبة، واللي هياخد جزء مفتاح من حد تاني ممكن يستخدمه مع الجزء اللي معاه ومش لازم اللي مع زميله. وكل ما تجمع مفاتيح اكتر هتزود رتبة الفريق وتعلي المكافأة لما تفتح الباب، 100 شعلة زيادة على كل مفتاح، ولو الفريق اللي فتح الباب منه عضو واحد المكافأة هتقل النص. وبتبدأ المنافسة وكوكو بتستخبى وبتقول إنها عايزة تهرب من المواجهات حتى لو الخصم أضعف لحد ما تقابل لينج سي. بس فجأة حست بحاجة غريبة ففعلت مهارة الكشف الوحشي اللي بتحسن الحواس وبتكشف الأعداء المتخفيين، فقالت لنفسها في كمين، راحت مطلعة القوس وقالت تعالوا لماما. استخدمت مجال العنكبوت اللي فيه بترمي صواريخ وبتتحول لشبكات عنكبوت وتطوق المنطقة كلها، وبتخليها تقدر تحدد مواقع الأعداء اللي حواليها بدقة متناهية حتى لو مش متشافين. حست بأول واحد راحت ملسوعاه، التانيين قالوا دي من عشيرة الضباب، احنا لازم نتحد علشان نوقع العشيرة دي. هي قالت وانا ضيع وقتي مع لعيبة درجة تانية ليه؟ راحت ضربة مهارة الاستدعاء الوحش السريع اللي فيها بتضرب صواريخ بتتحول لوحوش لمدة 6 ثواني، قادرة انها تقطع الأعداء القريبين منها. واسمع بقى يا معلم احلى صريخ، وقدرت تجمع 3 مفاتيح منهم وبتكمل طريقها للينج سي. بس فجأة لقيت إشعار إن فريقها جمع مفاتيح زيادة، وأشعار ورا إشعار وصلوا 13 مفتاح. شكل لينج سي عامل مذبحة حرفيا. بنروح للينج سي وبنلاقيه واقف على الضحايا وبيقول ها حد ليه شوق في حاجة؟